مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حبة طبطبة. أنت قافل من كل حاجة، حاسس إنك مش طايق الكلام، مش عايز ترد على حد، مش فارق معاك شغلك ولا خروجة ولا حتى أقرب الناس ليك. عارف، دي المرحلة اللي بيجي فيها وقت تحس إنك خلاص مش فارق، ولا تزعل ولا تفرح ولا حتى تغضب. دي مش أسوأ، دي اسمها القفلة. بيجي وقت كده تحس إنك قافل من كل حاجة، مفيش شغف، مفيش طاقة، مفيش رغبة تعمل أي حاجة. حتى الناس اللي بتحبهم مش عايز تشوفهم، حتى الحاجات اللي كنت بتحبها بقت تقيلة. القفلة مش لحظة غضب، دي لحظة نفاد طاقة، نفاد مشاعر، نفاد صبر. كل حاجة عديت إساءة وتسامح، عديت تجاهل وغفران، عديت محاولات ما فيهاش تقدير، لحد ما تيجي لحظة تقول فيها لنفسك أنا أستاهل أحسن من كده بكتير. تعالوا أحكي لكم مشكلة النهاردة وصلتني على رسائل الصفحة من مريم كانت دايما نشيطة، دايما فيها طاقة، كل يوم عندها خطط وأفكار وضحك ومفاجآت. بقت فجأة تسكت، ما بتردش على رسائل، بتقوم بالعافية، تشتغل بالعافية. ولما أصحابها بيسألوها مالك، تقول لهم معرفش، أنا بس مش طايقة حاجة، حاسة إني قافلة من كل الناس وكل الحياة. القفلة دي مش كسل ومش نكران، دي حالة اسمها نقطة الانطفاء، اللي بيكون فيها الجسم والعقل والقلب محتاجين هدنة. أوقات بتكون من تراكم مشاعر، ضغط، زعل، أو حتى روتين خانق، وأوقات بتكون بدون سبب واضح. بس المهم إنك تطبطب على نفسك بدل ما تهاجمها. اللي بيقفل مش محتاج مواعظ، محتاج أكتر حد يحتويه أو يحتوي نفسه، يستنى شوية. وممكن جدا القفلة تكون أول خطوة عشان تفوق من وهم كبير، أو تبتدي من جديد بس من مكان أصدق. القفلة مش دايما نهاية، بس هي رسالة قوية، اللي قدامك زودها قوي لحد ما طفى جواك كل حاجة. طيب نعمل إيه لو وصلنا لإحساس القفلة؟ أول حاجة، اعترف بمشاعرك وما تحاولش تنكرها. مش لازم تكون قوي طول الوقت، التعب مش ضعف. برضو ايه تاني، ابعد شوية عن الضوضاء، مش لازم ترد على كل الناس ولا تحضر كل حاجة. خد وقتك، اكتب فضفضة حتى لو مش مع حد، الورقة مرات بتفهم أكتر من أي بني آدم. غير الروتين حتى لو بحاجات بسيطة، خد نفس، امشي شوية، اسمع حاجة بتحبها. كمان اطلب المساعدة لو حاسس انك مش قادر تطلع لوحدك من احساس القفلة. طلب المساعدة شجاعة مش ضعف. قولولي امتى اخر مرة قفلتوا كده من كل حاجة وقدرت تخرج منها ازاي؟ خلي في قلبك حبة طبطبة، ولو حاسس انك قافل من كل حاجة صدقني القفلة دي هتعدي، بس محتاجة شوية صبر وشوية حب لنفسك. أنا رشا علي، ودي كانت طبطبتنا للنهاردة. أشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله مع حبة طبطبة.